الفيلم ديالنا كيبدا في واحد المدينة إسبانية تتعمى الفوضى بسبب القلة ديال الموارد والماكلة اللي وقعت في العالم. فغتقرر شي حكومات في العالم ومن بيناتهم إسبانيا أنهم يقلوا العدد ديال السكان عن طريق أنهم يتفكوا من الأطفال والنساء الحوامل. وبسبب هاد الظلم من الحكومة الإسبانية غادي يقرروا واحد المجموعة من الشباب أنهم يهربوا من إسبانيا ويمشيو لأيرلندا، واخا بطريقة غير شرعية، أنهم غيمشيو في سفن ديال نقل البضائع. من بين هاد المجموعة غادي يكون واحد الجوج، واحد الكوبل سميتو نيكو وميا، وغادي يكونوا هربانين من البوليس اللي غادي يكونوا كيقلبوا على كاع اللي باغيين يهربوا. نيكو وميا غادي يكونوا تابع للحراق اللي غادي يحرقهم، وغادي يديهم لعند داك اللي عنده سفينة نقل البضائع باش يديهم. هذاك الحراق غادي يعطي المول داك السفينة الفلوس ديال نيكو وميا باش يحرقهم، ولكن مول داك السفينة غادي يقول لهم باللي الخطة تبدلات وانهم خصهم يزيدوا الفلوس كتر، لحقيتاش البوليس عرفوا بالقضية وان الخطر تزاد. ولكن نيكو غادي يقول ليه باللي راه ما عندوش فلوس كتر ما يعطيه. داك المسؤول على السفينة غادي يرفض وغادي يقول ليه القانون هو القانون. نيكو هاد الساعة غادي يمشي عند مراته ميا وغادي يقول ليه عطيني الخاتم ديال الزواج ديالنا، ولكن ميا غادي ترفض وغادي تقول ليه باللي ما نقدرش نعطيه لك حيت هذا هو خاتم الزواج ديالنا، ما نقدرش نفرط فيه. ولكن نيكو غادي يقنعها وغادي يقول لها بلي هذا الامل الوحيد ديالهم باش يخرجوا من اسبانيا ويهربوا من هذا الواقع اللي عايشين فيه. الاخر مية غادي تعطيه داك الخاتم، ونيكو غادي يهز داك الخاتم وغادي يعطيه لذاك مول السفينه وغادي يوافق انهم يمشيو. وفاش وصلوا للسفينه مية غادي تصدم وغادي تلقى راسها انها غادا في كونتينر ديال السلعه. فاش نيكو ومية غادي يدخلوا لذاك الكونتينر غادي يلقاو واحد العدد كبير ديال الدراري الصغار والنساء الحوامل غير غادي يجلسوا. مية غادي تحيد داك الغطاء اللي دايره على كرشها باش ما يقشعوهاش انها حامله، وغادي تكون خايفه بزاف على الجنين ديالها. وغادي تسول نيكو، غادي تقول ليه واش ايرلندا حتى هي فيها نفس المشكل، واش نقدروا نطيحوا في ايرلندا في نفس المشكل. غادي يقول ليه لا، وغادي يقول لها ان ايرلندا بلاد مزيانه وكانت معارضه للطريقه ديما وانها بلد قويه. هي غادي تقول ليه باللي اي حكومه غتستسلم، وغادي يطمنها وغادي يقول لها باللي ايرلندا بلاد مزيانه وواقفه على الصح، ما غيكونش عندها هذا المشكل. شويه غادي يشوفوا واحد الحارس خدا التليفون لواحد البنت وغادي يخافوا بزاف. حتى شويه مية غادي تقول نيكو باللي يومين ما حسيت بحركه الجنين، وغادي يستغرب نيكو وغادي يكون خايف بزاف على الجنين ديالو. فاش مية غادي تشوف واحد الدري صغير تيلعب مع دارهم غادي تفكر بنتها وغادي يبقى في الحال حيت بنتها ماشي معاهم. غادي يقول لها نيكو باللي سيها راه خداوها منه غادي تكون ميته دابا. شويه غادي يسمعوا بزاف الاصوات خارج الصندوق، وفاش غادي تفتح الصندوق غير غادي تفتح الباب غادي تهجم عليهم واحد المجموعه كبيره ديال الناس اللي باغا تسافر. داك مول الكونتينر غادي يجبد الفرد وغادي يضرب طلقه في السماء باش يخلع دوك الناس، وغادي يقول لهم باللي صافي العدد ديالهم كبير على هذا الكونتينر، وقال شي وحدين ينزلوا باش فاش يجي الكونتينر الثاني يركبوا فيه غيبداو الناس يخرجوا. ولكن لسوء الحظ نيكو غادي يخرج هو معاهم حيت غادي يجبروه يخرج. غادي يحاول يقنعهم باللي هو كان من الاول هنا مع مراته، لكن هما ما سمعوش ليه وشهروا السلاح في وجهه ودفعوه حتى طاح الارض وسدوا الباب. واخا تسد الباب هنا مية بقات كتحاول حيت تصدمات، ولكن الباب ما بغاش يتحل. مية غادي تلقى واحد الثقبه في داك الكونتينر اللي غادي تبغى تطل منه، وغادي يبان لها باللي نيكو في واحد الكونتينر اللي الرقم ديالو 107. هي غادي تهز واحد التليفون كان عندها مخبياه وغادي تعيط على نيكو وغادي تاكد انه بخير، وهو بدوره غادي يطمنها يقول لها بلي انا راه بخير. وغادي تقول لي بلي هي خايفه، غادي يقول لها شوفي عندك تخلع ما تخلعيش. غادي ينبهها غادي يقول لها عندك الثقه في شي واحد ما تثقي في حتى واحد. غادي يقول لها شوفي ما تخلعيش انا غنبقى كل دقيقه نعيط لك. وفاش غادي ننزلوا غادي نتلاقاو، ولكن مية ما غاديش تبغي. غادي تقول لي بقى معايا في التليفون، هو غادي يقول لها ما نقدرش التليفون غادي يطفى ليه من الشارج. غادي يحرك الكونتينر باش يمشي للبور والكونتينر محرك. مية غادي تبقى تشوف من داك الثقبه ديال الكونتينر كيفاش البوليس كيتعاملوا مع الناس، وغادي تشوف المعاناه ديال الناس مع شح الموارد وكيفاش انهم تيصفيو الدراري الصغار وتياخذوا العيالات الحاملات وتا هما تيصفيوها عليهم. فاش غادي يوصل الكونتينر للبور شي وحده تما غادي تقول لهم تخباو في واحد البلايصه. مية غادي تبقى تطل من داك الثقبه وغادي تشوف باللي البوليس تيقلبوا جميع داك لي كونتينر اللي تيدخلوا. شويه واحد البوليس غادي يطلع لداك الكونتينر يبدا يقلب فيه، وغادي يقلب وما غيلقى والو، غيكونوا كاع داك الناس اللي في الكونتينر مخلوعين بزاف.
فاش غادي يهبط داك البوليسي من الكونتينر غادي يقول لواحد من الحراس ديالو ضرب قرطاسه في هذا الكونتينر. وفاش غادي يضربها غيعرفوا باللي راه كاين بنادم في الكونتينر. داك البوليسي غيعاود يطلع لداك الكونتينر وغادي يبدا يدوي مع الناس يتعارفهم هو تما، وغادي يقول لهم اني عارفكم هنايا ولا ما خرجتوش غادي نصفي عليكم كاملين. مية غادي يبان لها في داك البنيقه واحد الصندوق غادي تبغي تخبى فوق منه، وغادي تجرب معاه وحده من دوك اللي معاها. لكن في ديك اللحظه وحده من داك النساء الحوامل تما غادي تضعف قدام الهضره ديال البوليسي وغادي تحل الباب. لكن داك البوليسي ما غاديش يرحمها وصفاها لها داك الساعات. وشويه غادي يقول كاع داك اللي معاه يبقاو يتيريو في داك الصندوق، بقاو كيتيريو صفاو كاع اللي في داك الصندوق. ومية غادي تبقى مخبيه الفوق ما متيقاش اش واقع، وغادي تبقى تشوف الجثث ديال الناس وهي طايحه في الارض والصوت ديال الرصاص تيضرب. مية غادي تخلع بزاف وغادي يبقى فيها الحال حيت ما قدراش تعاون هذيك المراه اللي معاها وانها حتى هي ماتت، وغادي تبقى تبكي بزاف. مية غادي تصيفط اوديو نيكو وغادي تقول ليه عندك تخبى في شي حاجه راه اللي لقاوه تيصفيو عليه. وغادي تبقى بوحده في هذاك الكونتينر والكونتينر غادي يتحرك. غادي يدوز واحد الوقت بزاف ونيكو ما غاديش يجاوب مية على الاوديو ديالها. فاش ما غاديش يجاوب غادي تعيط ليه في التليفون، ولكن غتلقى التليفون ديالو طافي. غادي تبغي تصيفط ليه اوديو، هذاك الاوديو غتقول ليه في اللي باللي السفينه طلعات وان السفينه تحركات بالكونتينر وانها بغات تطمن عليه وبغات تعرفوا فين كاين حيت مخلوعه عليه بزاف. غادي تدور بجناب غتلقى واحد الصاك حداها فيه شينيول وتليفون ولامبا. غادي يدوز شويه الوقت مية غادي تتكى باش ترتاح، ولكن غادي يصفيقها واحد الصوت ديال واحد العاصفه والسفينه كتمشي وتجي، الصندوق اللي هي فيه هو كيمشي ويجي. مية غادي تبقى تغوت على اي واحد يكون في السفينه باش يخرجها من تما، لكن حتى واحد ما غادي يسمع ولا يجيب لها الاخبار. ومع العاصفه غادي تطيح الارض وغادي تضرها كرشه بزاف وغادي تكون خايفه بزاف على الجنين ديالها لا تمشي توقع عليه شي حاجه. شويه غادي يزيد يهيج البحر وغادي يدفع السفينه واحد الدفعه نيت وغادي يتقلبوا جميع لي كونتينر اللي على السفينه. ومية غادي تطيح على راسها واحد الطيحه وغادي تسخف. فاش غادي تفيق غتكون العاصفه صافي سالات، لكن غتلقى الماء مدورها بحيث ان المدخل من داك التقابل اللي كاينين في الكونتينر. وفاش غادي تطل غادي تلقى راسها وسط البحر وغادي تعرف انها بوحده محبوسه هنايا وسط البحر لا حنين لا رحيم. وغادي تفكر باللي تليفونها كاين، ولكن لسوء الحظ غتلقى انه مهرس، الشاشه ديالو تهرسات. وغادي تفكر ان عنده واحد التليفون اخر، غادي تلقى داك التليفون ولكن غادي يكون فيه الكود بين وما غاديش تعرف الكود وغادي تبلوكي الكود بين. مية غادي تصدم بزاف وغادي تجلس للارض وغتجلس تشوف الجنين ديالها واش مازال حي واش واقع عليه شي حاجه ولا لا. مية غادي تنوض وغادا تقلب اش كاين في داك الصنادق. الصندوق الاول غتلقى فيه طاسات ديال البلاستيك والصندوق الثاني غتلقى فيه حوايج. غادي تهز من داك الحوايج وغادي تبدل. غادي تبقى تقلب غتلقى كل شيء الا الماكله. وغادي تقلب حتى غتلقى الدفتر ديال الذكريات ديالها وغادي تحلو وغادي تلقى الذكريات ديالها مع راجلها وبنتها. وشويه غتعاود تطل من داك الثقبه ديال الكونتينر وغادي تسمع اصوات ديال الناس تا هما كيطلبوا الاستغاثه وغيكون داك الصندوق كتغرق. وغادي تصدم بزاف فاش غتعرف ان داك الصندوق النمره ديالو 107 هو داك الصندوق اللي كان فيه راجلها. غادي تصدم بزاف وغادا تبكي وغادا تعيط ليه في التليفون ولكن لا من مجيب. نهار كامل غادي تبقى تعيط والليل كامل، ومن كثرة اليأس والإحباط مية غادي تحاول تصفيها الراس بواحد الكوطو سويس لقاتو تما. لكن شويه غادي تحس بالجنين تيضرب في كرشه وغادي تخلط عليه اليأس والفرحه. كانت باغي تصفيها الراس حيت حاب لها الجنين ديالها مشى. غادي تنعس داك النهار والصباح تفيق على واحد الكابوس اخر ان الماء تيدخل عليها بزاف. غادي تجيها واحد الفكره انها تاخذ اي حاجه باش تسد دوك التقابل اللي في الكونتينر. غادي تلقى واحد التيو صغير تما وغادي تستعملو باش تخرج الماء من الكونتينر. غادي تحاول عاوتاني تعيط لنيكو ولكن هاد المره غيجاوبها، ولكن الريزو غادي يمشي وغادي تشد داك التصاور اللي في داك دفتر الذكريات وغادي تعلقهم باش ما يضيعوش لها ويعطيوها الامل انها تقاوم هاد الحاله. هذيك الشكاره غادي تلقى فيها قرعه الماء ساندويتش وبواطه ديال الطون، وغادي تلقى معاهم تبريكه ولامبا. واحد شويه غادي يعيط ليه نيكو في التليفون وغادي تجاوبو وهي فرحانه بزاف وغادي تقول لي ان صاحباتو غرق مع داك الكونتينر النمره 107 وغيقول لها لا راه مول الكونتينر قولبنا وراه باقين في بلاصتنا ما تحركناش رحنا في اسبانيا. وغادي تقول لي باللي السفينه اللي كانت فيها راه غرقات وطيحت جميع داك لي كونتينر
وان داك الكونتينر في اي لحظه يغرق به، وهي تنهار بالبكا وبقات كتبكي. شويه مية غادي تطل من الثقبه ديال الكونتينر، شويه وهي تبان لها العاصفه جايه، واحد العاصفه كبيره. ولكن العاصفه الكبر انها جاتها الولاده في هذا الوقت، ولكن قاومات وولدات. وفاش غتولدها غتلقاها بنت، ولكن غتفاجئ ان هاد البنت ما تتحرك ما تتنفس. غادي تخاف على هاد البنيته بزاف، وغادي تحاول دير لها مساج كاردياك باش تعتقها. صافي البنيته فاقت. النهار الثاني غتكون البنت كتبكي بزاف حيت جيعانه، ولكن البنيته رافضه انها ترضع تماما. مية غادي تجيها واحد الفكره انها تثقب الكونتينر من الفوق. في الليل غادي تنعس داك البنيته من بعد ما رضعات، ومية غتاكل كاع داكشي الاخر اللي بقى لها تما. النهار الثاني غتبغي تكمل خدمتها في داك الثقبه ديال الكونتينر، ولكن من سوء الحظ ديالها الشينيور غادي يسالي ليه الباتري. في الليل مية غادي يقتلها الجوع بزاف، وغادي تنوض بلا ما تحس غادي تاكل المشيمه ديالها. شويه مية غادي تسمع الصوت ديال واحد لابالين، وغادي تخلع بزاف. غادي تخرج تشوف اش كاين. غادي يبان لها الحوت تيضرب بالديل ديالو الكونتينر، وغادي يقلب كلشي. والبنيته الصغيره غادي تغوت بزاف، غتبدا تبكي بزاف حيت تخلعات. نهار اللي من بعد غتحاول تكمل داك الثقبه اللي في السقف ديال الكونتينر، ولكن الموس اللي عندها غادي يتهرس، وغادي يجيها الياس بزاف. شويه غيبداو يجيها الهلوسات سباب قله الماكله والشراب. ومن الهلوسات غادا تخيل بنتها الاولى اللي داوها لها، وغادي تقول لها علاش خليتيني يديوني. مية غادي يجيها انهيار وغادا تبكي. شويه غادا تخيل نيكو حاميها وتيحضيها وتيغطيها من البرد. لغد لي غادي تصب الشتا، ومية غادا تجمع داك الطاسات باش تجمع بهم الشتا باش تلقى ما تشرب. شويه مية غادي طيح عليها واحد الفكره انها تحل داك الفتحه في الكونتينر. واحد الصمته كانت عندها، وغادي تجرب تحاول وغادي تنجح. فاش غتحل هذيك الثقبه في الكونتينر، مية غادي تفرح بزاف. مية غادي تطلع فوق الكونتينر وغادي تطلع بنتها معاها باش تشوف الشمس لاول مره وتشم هوا نقي. غادي تلقى بنتها وسخات الخروق ديالها، وغتشد داك الخروق غادي تلوحو في الماء. شويه غيبداو يتجمعوا عليه الحوت. هنا فين غيطيح على مية واحد الفكره انها تصيد هاد الحوت. هي تمشي تجيب واحد الحديده من الداخل ديال الكونتينر باش تصيدو. غادي تحاول تصيد الحوت ولكن ما غيتصيدش له، وغادي يجيها الاحباط بزاف. شويه غادي تسمع واحد الطياره دايزه، وغادي طيح عليها فكره انها تجيب دجاجه ودير لهم السينيال بالانعكاس ديال الضوء من المرايه. وهي طالعه رجليها غتضرب مع ديك الفتحه ديال الكونتينر، وغتجرح واحد الجرحه خايبه، لكن ما غتستسلمش وغتبقى دير الاشاره. لكن للاسف حتى واحد ما شافها. من بعد هادشي غتهبط لتحت، وغادي تقلب على اي حاجه باش ديرها ابره، وغتاخد الخيط ديال لي زيات باش ديرهم على شكل خيط باش تخيط الجرح. وغتاخد واحد القرعه ديال الشراب وغادي تشرب منها باش يمشي منها الالام. وغادي تكب الكول على الجرحه ديالها باش تطهرها. وخا الالام بزاف هي غادي تصبر. الليل غادي تطيح عليها واحد الفكره انها تشد ديك الخيوطه ديال لي زيات ودير منهم شبكه باش تصيد الحوت. غد لي غادي تجرب تلوح الخروق ديال بنتها مع داك الشبكه، ولحسن الحظ غتصيد واحد الحوته اللي غتاكلها بشراهه حيت كان فيها الجوع بزاف. غادي تدوز 9 ايام على مية وهي في هاد الحاله، وغادي تشد الاوراق وتكتب فيهم باللي هي بحاجه للمساعده، وغديرهم في هذوك الطاسات ديال البلاستيك وغادي تصيفطهم في الماء. تليفونها غادي يكون هنا نشف من الماء، ولكن ما غاديش تقدر تحل هذاك التليفون حيت لافيشور ديالو مشات. غادي توصل نهار 12. النهار بنتها غادي تمرض بزاف وغتبقى تغوت بزاف حيت مرضات ليها. غادي تشد واحد الطرف ديال الثوب وغديرو في واحد الطرموسه ديال الحديد باش تدفي بنتها. بنتها دفات ونعسات. شويه غادي تسمع التليفون ديالها تيصوني، وغيكون هذاك نيكو، وغادي يكون الصوت ديالو عيان، وغادي يقول لها بلي ما غيقدرش يعاونها وانها خصها تصبر حتى تلقى الحل. غادي يقول لها راه بغيت نجي نعاتق، ولكن البوليس شراو فيا ودابا راه تنزف بزاف وعيطت لك باش نودعك. غادي تقول ليه راه ولدت بنت. ونيكو غادي يدوي مع بنته في التليفون وغادي يقول لها تهلاي في ماما. مية غادي تبقى تبكي بزاف. غدوز 23 يوم، ومية غادي تصاوب واحد المركب بدوك الطاسات ديال البلاستيك اللي كانوا عندها. مية غادي تحاول تجيب شي حاجه من الكونتينر، ولكن غتلقى الكونتينر ديجا غرق، وغادي تشد ليها رجليها في شي حاجه تما. وبكل اصرار غتقدر انها تفك راسها. غتطلع تقلب على بنتها غادي يدوز من تحت منها الحوت. مية غطيح عليها واحد الفكره تشد داك الحوت اللي كان عندها وتبقى تلوحو في الماء باش يتجمع عليها الطيور ديال بلارج. وفعلا غادي يشوفها واحد المركب خارجين يصيدوا. غادي يقربوا منه وغيلقى واحد البنيته صغيره. غادي يجروا داك القارب الصغير اللي في داك البنيه وغيلقاو واحد الحبل غادي يجروه. غادي يلقاو فيه مية اللي رابطن يديها مع
المركب ديال بنتها باش ما توضرش. فاش غادي يجروها غيلقاوها مغيبه وغيبقاو يعاونوا فيها حتى غتفيق. فاش غادي تفيق غادي يطمنوها ان بنتها معاها وانها بخير، وغتبقى تشوف في البحر ما مصدقاش انها نجات من هاد الكارثه، وغادي تبقى تبكي وتحمد الله حيت نجات. وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك، دير كومونتير زوين، وبارطاجي هاد الفيديو مع صحابك.